اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه لكم فيديو جديد. دوسي لايك للفيديو ويلا بينا نعمل بانيه بطريقة حلوة جدا. وكمان هقولك ازاي بيتفك منكم، وازاي في ناس بتشتكي ان هو بيفصل منها، وفي ناس بتشتكي من الزفارة. اول حاجة كده الزفارة دي لازم تحطي فلفل اسود حبة حلوين كده، ومعاهم اي بهارات. خلاص انا حطيت قرفة، وتبدأي تقلبي البيض كويس جدا جدا زي ما انا بعمل كده بالظبط. ما ينفعش اديله تقليبه بسيطه وابقى كده خلصت، لا، هيبقى لسه البيض فيه زفاره. بس كده بفضل اقلبه كويس قوي 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 علشان يعني كل الفلفل الاسود والبهارات تكون اتقلبت فيه، فما تشميش خالص ريحه الزفاره. ده بالنسبه ان الناس بتشتكي ان بيبقى فيه ريحه زفاره في في البانيه. بصوا بقى، ممكن نعمله من غير بيض. يعني انا عملت كده اول قطعتين او 3 من غير بيض، للناس اللي ما بتبقاش حابه تحط بيض، للناس اللي بتخاف من زفاره البيض، للناس اللي عندها حساسيه من البيض. تمام. فعملت اول كام واحده كده من غير بيض، وهتمسك وهتبقى كويسه وهتبقى زيها زي اللي بالبيض، ومش هيبقى فيه اي فرق. وبعد كده الباقي حطيته اهو في البيض، والاتنين هيتحمروا بنفس الطريقه، وهيتحمروا قدامكم زي بعض بالظبط كده بالشكل ده. انا حطيت فيجيتار حار على فيجيتار بارد عادي، على اللي هو الفيجيتار الكنتاكي. كل ده بيتجاب من عند العطار او من اي سوبر ماركت من العطارة، او تجيبي اي كيس فيجيتار او بقسماط، يعني او دقيق، او دقيق على بقسماط. في ناس بتحط حاجات كتير قوي، يعني ما تعطليش على حاجة معينة. باخد كده قطعة البانيه بحطها في البيض، وبعد كده بحطها في اي حاجة زي ما قلتلك، في دقيق، في دقيق وبقسماط، في بيض، في فيجيتار. اختاري الحاجة اللي تعجبك، او الحاجة كمان المتوفرة عندك. يعني في ناس ساعات ما بيبقاش متوفر عندهم حاجة فبيبدلوها بحاجة تانية، ده عادي جدا. كده حبة حلوين كده. حبيت بس ازود الفيجيتار، حسيت ان الفيجيتار اللي هو الكنتاكي اللي هو الحبوب ده زيادة. بصوا، طبعا متبل بقى وكان متشال في الفريزر. فعايزه اقول لكم بقى ايه، طالع ما شاء الله اللهم بارك. انا بحب اتبل البانيه، وهنبقى نعمل مع بعض ان شاء الله تتبيله ليه. هوريكم مثلا لو انا جايبه كيلو بانيه اتبله ازاي، وبحطه يعني على قد الاكله كده اكياس في الفريزر. لما بقى احتاجه بطلعه على الرخامه، اسيبه لحد ما يفك خالص مع نفسه، وبعد كده احطه بقى اشويه. احطه بقى ان انا اعمله بالدقيق، اعمله بالبقسماط، زي ما انا عايزه. ببقى وفرت على نفسي يعني وقت ان انا لسه هغسل البانيه ولسه هنقعه، وكمان ان انا لسه هتبل واستنى عليه التتبيل. وفرت كل ده. اهم حاجه بس تتكي عليه كويس علشان ما يفكش منك. يلا بينا بقى نحمره. عايزه تسيبيه في التلاجة نص ساعه تمام، عايزه تشتغلي بيه على طول تمام. للامانه انا اشتغلت بيه على طول. طبعا الزيت اول حبه بنحطهم بيبقى الزيت لسه مسخنش معانا، فما بيطلعوش لونهم محمر زي ما احنا عايزين، لكن بعد كده بيتظبط وبيبقى زي الفل. ياخد وش وبعدين نقلبه على الوش التاني كده بالشكل ده. حاجة كده في منتهى الجمال. بصوا، ما فكش مننا وطالع ما شاء الله اللهم بارك، ما شاء الله اللهم بارك. اهو كده. ما بياخدش يعني ما بيكملش دقيقة على فكرة. البانيه من الحاجات اللي بتستوي بسرعة جدا. اهو بصوا، بنطلعه بقى على اي حاجة مناديل، وبصوا بيبقى تحفة. وبرده بالبقسماط تحفة، وبالفيجيتار تحفة، وبالدقيق تحفة، بكل حاجة. يعني ينفع معاكي في كل حاجة. بس كده حمرت الكمية بتاعتي. تعالوا بقى نشوفها مع بعض.
ونشوف ان هو مفكش ما شاء الله اللهم بارك. يا رب يكون الفيديو عجبكم ونال رضاكم.